لم يفرقهما سوى الموت. هكذا عنوان قصة حب الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان الكبير حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد رحلة عطاء فني لأكثر من نصف قرن ورحلة حياة طويلة امتلأت بالحب والعطاء والإنجازات وأيضا الأحزان. رحل الفنان الكبير حسن يوسف كما تمنى وتمنت حبيبته شمس إلى جوارها وفحضنها، بعد أن عاش حياة أسرية يملأها الحب والود المتبادل، وتجاوز خلالها كل الصعاب والمحن التي مرت عليهما، ولكن لم يستطع قلب الحبيب أن يتحمل صدمة فراق ورحيل عبدالله أصغر أبنائهما في يوليو من العام الماضي. ورغم أحزان شمس البارودي وصدمتها إلا أنها حاولت التخفيف عن أسرتها وخاصة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف الذي اعتزل الفن وتفرغ لأسرته وعباداته، وحاولت الزوجة التخفيف عنه بتجميع أبنائهما وأخوته ليخرج الزوج من أحزانه. وعندما ساءت صحة الفنان الكبير حسن يوسف في أيامه الأخيرة رفضت زوجته أن يفارقها ولو للحظات، فسخرت كل دقيقة من وقتها لرعايته وحولت غرفته إلى غرفة رعاية مركزة تسهر فيها إلى جواره، تمسك بالمصحف وتقرأ وتدعو الله أن يطيل في عمره، حتى أتى أمر الله وهو في حضنها وإلى جوارها كما تمنى وتمنت، قائلة: محبش يبعد عن لحظة. وكان الفنان الراحل حسن يوسف أصابته حالة من الحزن والزهد بعد رحيل عبدالله أصغر أبنائه غرقا في يوليو 2023 في الساحل الشمالي، وتدهورت حالته الصحية والنفسية. وقالت زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي التي صدمها رحيل حبيب عمرها لليوم السابع في أول تصريح لها بعد وفاته: حبيبي كان أكرم وأحن الرجال، راح لحبيبه عبدالله وراح لرب كريم وحانون. وكانت شمس البارودي أعلنت في تصريح سابق لليوم السابع اعتزال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف الفن نهائيا وتفرغه للعبادة وصلة الرحم بعد رحيل ابنهما. وتابعت: حسن زهد في كل مباهج الدنيا وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأصبحت أسعد أوقاته حين يقوم بصلة الرحم وزيارة أبنائه وأخوته وجميع عائلته، مؤكدة أنه اتخذ هذا القرار بعد صدمة وفاة عبدالله أصغر أبنائهما الذي توفى العام الماضي في حادث غرق بالساحل الشمالي. واختتمت تصريحاتها: حبيبي يزهد مباهج الدنيا منذ وفاة الغالي عبدالله، وأسعد أوقاته الآن زيارات الأبناء والأهل ورفض عدة أعمال معلقا كفاية كده، ربي يرحم ابننا ويخليلنا أخواته والخلوة مع الله تكفيني. 29 يوليو، بداية أصعب فترة في حياة حسن يوسف وشمس البارودي. شمس ما كانتش عايزة تروح المصيف وعبدالله أصر. أسابيع قليلة وتحديدا في 29 يوليو 2023 غاب عبله عن الأسرة ساعات طويلة منذ الساعة 12 مساء الظهر، وهو ما آثار فزعهم وأبلغ الشرطة من أجل البحث عنه. ولكن نزت الصدمة على العائلة وفقا لما كشفته الفنانة عفاف شعيب المقربة من الأسرة، بعدما كشفت السلطات في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي غرق نجلهم أثناء السباحة في أحدث القرى بالساحل الشمالي، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى الذي لم تستطيع إسعافه كونه فارق الحياة، وهو الأمر الذي أذهل العائلة بسبب قدرته الكبيرة على السباحة كونه سباح محترف. وفقا لوالده، شمس البارودي تودع حسن يوسف، راح لحبيبه. تغيرت الحياة تماما في أعين شمس وحسن منذ ذلك التاريخ، فالحياة فقدت بهجتها ومتعتها. أيام وأسابيع مرت لم يستطيع ثنائي تجاوز مشاعر الحزن والفقد، حتى أن حسن يوسف قرر اعتزال الأضواء تماما وقضاء وقته مع زوجته في هدوء وسكينة في أداء العبادات وبعض الزيارات العائلية، حتى جاء يوم 29 أكتوبر لتواجه شمس البارودي فراق جديد في حياتها، ولكن عزائها الوحيد في أن زوجها ونجلها سيجتمعا.